في الاستقلال نشرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات الأردنيين والأردنيات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الأردن في عيد استقلاله 76، ويسرني أن أتوجه بالتهنئة لكل أردني وأردنية وهم يحتفلون بهذه المناسبة لأول مرة في 102 من عمر وطننا العزيز. الأردن قصة الكفاح والعطاء المجبولة بالدم والعرق، مسيرة الأردنيين جميعا، جنودا وعمالا ومزارعين وكفاءات في كل الميادين، وبناة مؤسسات وطنية رائدة. من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذي صمد في وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيدا حرا يحمي أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه، ويقف إلى جانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. الأردن الذي لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته، وهو يواكب التطور ويمضي إلى الأمام في تحقيق طموحات شعبه في التحديث والتغيير، واثقا مستقرا وآمنا بوحدة شعبه وقوة جيشه الباسل وأجهزته الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن وحماية المنجزات. وأضاف جلالته: لقد أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير، فقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها الأساس التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، والدولة عمادها سيادة القانون على الجميع دون محاباة أو تمييز. فالأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق بقوة طموحها وعلمها والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها. منظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي في ظل تشريعات تصون حقوقهم وتعبد الطريق أمامهم لصنع التغيير. الإخوة الأعزاء، لا يكتمل مسار التحديث دون اقتصاد قوي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل، ولذلك سنطلق خلال الأيام القادمة رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة لتكون وثيقة مرجعية شاملة، وستعمل الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام هدفه الأساس الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات
البيروقراطية ورفع كفاءة العاملين والسير قدما في برنامج الحكومة الإلكترونية. إن تلازم المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح شرط لا بد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة، فلا يمكن التقدم في المجال الاقتصادي دون إدارة حصيفة وكفؤة، ولا يمكن لمسار التحديث السياسي والديمقراطي أن يصل إلى غايته دون تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وكسر ثنائية البطالة والفقر وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. وتابع جلالته قائلا: الإخوة والأخوات الأعزاء، الشعب الأردني يستحق الأفضل دائما، وواجبنا مسؤولين ومؤسسات أن نبذل أقصى طاقاتنا لترجمة أجندة التحديث هذه إلى واقع يلمس المواطن أثره المباشر على نوعية ومستوى حياته. مرة أخرى أتوجه بالتهنئة لكل أبناء وبنات شعبنا في سائر أرجاء الوطن بهذه المناسبة العزيزة، مؤكدا على اعتزازي بكل واحد منهم وثقتي بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات. وأخص بالذكر النشامة والنشميات، حماة الوطن والمصير، أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.